السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال أولى ثانوي، عاملين إيه يا أبطال؟ النهارده ميعادنا مع مراجعة شهر إبريل إن شاء الله بأمر الله والوحدة الخامسة. ركز معايا كويس، مراجعة قوية جدا نستفيد منها بأمر الله زي ما ربنا كرمنا واستفدنا من مراجعة شهر مارس بأمر الله إن شاء الله. بس قبل أي حاجة ما تنساش النظام اللي إحنا متعودين عليه، اشترك في القناة وتفعل الجرس وشير القناه لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. واي تعليق عندك او استفسار في الكومنتات وانا هجاوبك يا بطل. يلا كوبايه القهوه والمتينه بتاعتك صحصح معايا وتعالى نشوف الكلمات بتقول ايه. اول كلمه عندي من الاسماء كلمه وقت، ودي معناها تيمبو، دعوه، انفيتو، مسكن، ابيتاسيوني، وسيله نقل، ميتسو دي ترانسبورتو، اهتمام، انترسي، موعد، ابونتامنتو، فكره، ايديا، ممثل، attore، اتوبيس، اوتوبوس، تذكرة، بليتو، واجب، كومبيتو، حفلة موسيقية، كونشيرتو، حفلة، فيستا، العاب، فيديو جيم. المعنى الاول فيديو جوكو وليها معنى تاني فيديو جيم. سوبر ماركت، سوبر ميركاتو، ساندويتش، بانينو، ايس كريم او جيلاتي، جيلاتو، فشار، بوب كورن، عيد ميلاد، كومبليانو، كرة سلة، بالاكانسترو، كرة طائرة، بالافولو، كرة قدم، كالتشو. بالنسبة للأفعال يقضي، بصاري، يدعو، انفيتاري، يقبل، اتشتاري، يرفض، ريفيوتاري، يخرج، أشيري، يأتي، فينيري، يذهب، أنداري، يقرر، ديتشيديري، يعطي، داري، يفعل أو يعمل، فاري، يلعب، جوكاري، يشاهد، جوارداري، يقرأ، ليجري، يعجب بي، بياتشيري، يعشق أو يحب بشدة، أدراري. بالنسبة للصفات يا شباب خالي أو حر، ليبرو، حقيقي أو صحيح، فيرو، كامل أو تام، بيرفيتو، متأكد أو مؤكد، شرطو، قريب من، فيتشينو، العكس بعيد عن، لونتانو، نفس او مختلف، العكس نفس استيسو والعكس مختلف، ديفيرسو. الاسبريسيون يا شباب التعبيرات وقت الفراغ تيمبو ليبرو، يقضي وقت فراغ، بساري التيمبو ليبرو. الاعداد الاساسيه نوميري كاردينالي اللي هي 1 2 3 1 2 3، دي اسمها الاعداد الاساسيه كاردينالي. الارقام الترتيبيه نوميري اوردينالي، الارقام الترتيبيه زي الاول والثاني والثالث وهكذا. قضاء وقت الفراغ باسا تيمبو، يعرف كل شيء عن، سابيري توتو سو، يعرض فيلم، داري اون فيلم. نهاية الاسبوع فيني ستيمانا، اي او بمعنى شوي، معا، انسيامي. بعد كده ايضا انكي. على سبيل المثال بيريزيمبيو، للأسف او لسوء الحظ، بورتروبو، بكل سرور، فولنتيري، يعجبني، مي بياتشي. طب والعكس يؤسفني، مي ديسبياتشي، مي ديسبياتشي. فكرة ممتازة، اوتيما ايديا. يتسوق، فاري سبيزي، يمارس الرياضة، فاري سبورت، يعمل الواجب، فاري اي كومبيتي. طبعا هي جمع المفروض يعمل الواجبات مش كومبيتو، لا هي كومبيتي تبقى كلمة واجبات. يتناول الافطار، فاري كولاتسيوني، يتناول ايس كريم، بيرنديري اون جيلاتو. بيقول لي أليسيا، جوليا، باولو، دينو سونو اميتشي سيمباتيتشي. بيقول لك ان أليسيا وجوليا وباولو ودينو بيكونوا اصدقاء دمهم خفيف. لور ابيتانو فيتشينو، هم ساكنين بالقرب من بعض. اي اسكنوا انسيامي alcune volte، وبيخرجوا مع بعض المرات، بيخرجوا سوا مع بعض بعض المرات. لورو سونو مولتو اميتشي، هم بيكونوا اصدقاء جدا ولكن ما نون انو الاستيسي انترسي. يعني هم اصحاب جدا بس لا يملكون نفس الاهتمامات، كل واحد وليه دماغه. أليسيا ودينو وجوليا بيريفيريسكونو انداري السينما una volta al mese. بيقول لك ان أليسيا ودينو وجوليا بيفضلوا الذهاب للسينما مرة في الشهر. تمام كده، una volta al mese. باولو
Di solito non va con loro al cinema. باولو عادة ما بيروحش معاهم للسينما. تمام كده؟ طب ليه بقى؟ Perché lui è molto sportivo e preferisce giocare a calcio a scuola. لأنه بيكون رياضي جدا وبيفضل إن هو يلعب كرة القدم في المدرسة. جوليا adora il cinema e sa tutti soli attori suoi nuovi film. يعني إيه الكلام يا سينيور؟ بيقول لي إن جوليا بتعشق السينما وتعرف كل شيء عن الممثلين والافلام الجديده، عارفه كل حاجه عن الايه الممثلين والافلام. ساباتو اي راجاتسي، يوم السبت الاولاد vanno al cinema، يذهبون الى سينما. مين بقى؟ السينما اوديون، ده اسم السينما يا شباب. con la madre di Alicia، مع مامة او والده اليسيا. perché danno il nuovo film con اورلاندو بلوم، لانهم يعرضون الفيلم الجديد للممثل اورلاندو بلوم. أليسيا انفيتا كيارا، أليسيا بتدعو كيارا andare con loro، لكي تذهب معهم، تروح معهم يعني. كيارا accetta l'invito وكيارا قبلت الدعوة. يلا نبص بقى كده على الايه الاسئلة يا شباب. اول سؤال بيقول لي ايه راجاتسي، تمام كده، ايه راجاتسي non escono sempre insieme perché، الولاد ما بيخرجوش مع بعض دايما، لماذا؟ ايه السبب؟ طبعا احنا قلنا ان هم ليهم اهتمامات مختلفه، فتبقى الاجابه hanno diversi interessi، لان هم لديهم اهتمامات مختلفه. السؤال الثاني كي كوزا preferisce fare باولو، ماذا يفضل ان يفعل باولو؟ بيحب يعمل ايه؟ راجل رياضي بيلعب كره قدم، هتبقى الاجابه فاري سبورت، يمارس الرياضه. بعد كده بيقول لي I ragazzi vanno al cinema، الأولاد يذهبون إلى السينما، بيروحوا للسينما. عايز يسألك كم مرة؟ كل يوم؟ لأ. كل أسبوع؟ لأ. طيب كل صباح؟ برضو لأ. يبقى ogni mese الإجابة الثالثة الرابعة. كل إيه؟ كل شهر، مرة في الشهر، يبقى بيروحوا إيه؟ كل شهر. بعد كده السؤال اللي عندي هنا بيقول لي dove danno il nuovo film con Orlando Bloom، أين يعرضون الفيلم الجديد للممثل أورلاندو بلوم؟ أكيد هيعرضوه في السينما، تبقى الإجابة آلي تشينيما اللي هي الأولى يا شباب. طيب هنيجي بعد كده بقى للجراماتيكا بتاعتنا. ركز معايا كويس قوي، الدرس سهل وبسيط، بيتكلم عن تصريف الأفعال الشاذة وإزاي نختار في الامتحان. كوبايه القهوه بتاعتك لسه مكمله معاك، ولو خلصت الحق قوم تاني اعمل لك كوبايه، ما تروحش في حته وتعالى ركز معايا، الدرس جميل قوي وهيعجبك. تصريف الافعال الغير منتظمه في زمن المضارع اللي هو فيربي ريجولاري. اول فعل عندي انداري، وده معناه يذهب. معناه ايه يا شباب؟ يذهب. طيب الفعل اللي جنبه فاري، وده معناه يفعل او يعمل. الفعل اللي جنبه يا شباب أشيري، وده معناه يخرج. بعد كده عندي فعل اسمه فينيري، وده معناه يأتي. بعد كده عندي فعل اسمه بيري، وده معناه يشرب. بعد كده عندي فعل استاري، وده معناه يبقى أو يظل. طيب أول حاجة عندي انداري بيتصرف ازاي؟ هنقول انداري vado e io vado، tu vai، lui او lei va، noi andiamo، voi andate، loro vanno. ما ينفعش تيجي تقول لي على فعل شاذ من الافعال اللي قدام مني هنحذف النهايه بتاعت المصدر وننزل الجذر ونضيف عليه النهايه، ده تصريف الافعال العاديه زي بارلاري اسكولتاري. انما هنا دي افعال ايه؟ افعال شاذه، فالشكل كله بيتغير زي ما انت شايف كده ويحفظ كما هو. طيب الفعل التاني اللي عندي يفعل او يعمل فاري، بيتصرف ازاي يا شباب؟ طبعا فاري هيبقى فاتشو، فاي مع تو، فاي مع لوي او لي هتبقى فا، مع نوي فاتشامو، ومع فوي فاتي، ومع لورو فانو. تمام.
نيجي بعد كده على يخرج. uscire مع ايو esco، مع تو esci، مع لوي او لي esce، مع فوي هيبقى usciamo، ومع فوي هيبقى uscite، ومع لورو هيبقى escono. تمام. نيجي بعد كده للفعل فينير ياتي. مع ايو vengo، مع تو vieni، مع لوي او لي viene، مع نوي veniamo، مع voi venite، مع loro vengono. تمام. نيجي بعد كده للفعل يشرب بيري. مع ايو bevo، مع تو bevi، مع لوي او لي beve، مع نوي beviamo، مع voi bevete، اخر حاجه مع لورو بيفونو. ماشي. نيجي بعد كده للفعل يبقى او يظل اللي هو استاري. مع ايو ستو، تو ستاي، لوي او لي هتبقى استا، نوي stiamo، voi state، loro stanno. طيب يا شباب، السؤال اللي يهمني بقى، انا عارف دلوقتي الافعال غير منتظمه شكلها عامل ازاي وتصريفاتها عامله ازاي. اختار ازاي في الامتحان؟ تعال بص معايا كده على الامثله دي. في المثال الاول بيقول لي اليوم أليسيا السوبر ميركاتو. اوجي أليسيا السوبر ميركاتو، النهارده أليسيا عايز اقول لك تذهب للسوبر ماركت. مين الفاعل يا شباب؟ اهو بيساوي مين؟ لي. طيب هي لي بتاخد انهي واحده في الاربعه دول؟ طبعا هتاخد فا، ما ينفعش فانو عشان لورو، ما ينفعش فاي عشان تو، ما ينفعش انديامو عشان نحن، هتبقى الاجابه فا. طيب السؤال الثاني أليسيا جوليا، دول بالنسبه لي هم الفاعل، بيساوي الضمير مين؟ بيساوي الضمير لورو. ماشي. اي كومبيتي انسيامي، الواجبات مع بعض، يبقى بيعملوا الواجبات مع بعض. طيب دول بيساوي لورو، لورو بياخد ايه في الاربعه اللي قدامي يا شباب؟ ايوه الاجابه هتبقى فانو، يفعلون الواجبات سويا. تيجي نبص كده على الاسئله اللي عندي. بيقول لي ايه في اول سؤال؟ ايو كولاتسيوني اكازا كون لا فاميليا. هنا خلاص واضحه، ايو انا، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ فاتشو، انا اتناول الافطار في المنزل مع العائله، انا اللي بفطر، يبقى فاتشو. طيب هنا بيقول لي كيارا وجنب منها ايه؟ فيرجولا، بتساوي الضمير مين يا شباب؟ الله ينور عليكم، بتساوي الضمير تو. طيب تو بتاخد ايه في دول؟ بتاخد فاي. تمام. جوليا ده الفاعل بيساوي الضمير لي، هياخد ايه؟ طبعا الاجابه هتبقى ايش الاولى. جوليا تخرج مع الاصدقاء يوم السبت مساء. طيب راجاتسي وجنب منها فيرجولا بتساوي الضمير فوي انتم. طيب كي كوزا هتبقى بيفيتي، ماذا تشربون؟ انتوا بتشربوا ايه؟ تو اي جوليا، انتي وجوليا، انتي وجوليا بتساوي الضمير فوي، مخاطب جمع، فوي بتساوي فوي. تمام. فوي بياخد ايه في اللي قدامي دول يا شباب؟ انداتي، الاجابه تذهبوا للسينما هذا المساء او هذا الاسبوع. تمام. بعد كده بيقول لي لا ماما ايو، ماما وانا اللي هي بتساوي نحن نوي، دا روما لا سيرا. طيب ماما وانا جايين ناتي من روما في المساء، يبقى الاجابه فينيامو، نحن اهي فينيامو. باولو كي كوزا نيل تيمبو ليبرو، وباولو دوت الفاعل وجاي ورا منه فيرجولا هيساوي الضمير. مظبوط. تو هياخد ايه يا شباب؟ فاي، يبقى كي كوزا فاي، ماذا تفعل في وقت فراغك؟ بعد كده جوليا ادورا إل سينما، جوليا مغرمه او تعشق السينما.
توتو سولي اتوري، عايز اقول لك وبتعرف كل شيء عن الممثلين. هي اللي بتعرف يبقى سا، لان جوليا بتساوي الضمير لي. دينو كيني دي فينيري كون نوي al cinema il fine settimana، بيدعوه بيقول له يا دينو ايه رايك انك تيجي معانا السينما في نهايه الاسبوع ده. دينو بعدها مين؟ مظبوط فيرجولا، هيساوي الضمير صح كده تو هتبقى الاجابه ديتشي الاولى. كاني ديتشي دي، ما رايك فيه؟ السؤال الاخير اللي عندي هنا بيقول لي دا دوفي انا، من اين تاتي انا؟ مين الفاعل يا سينيور؟ انا بتساوي الضمير مين؟ لاي. يبقى من اين هي تاتي؟ يبقى دا دوفي فياني اهي. انا بسال عن مين؟ بسال عن انا. تمام كده يا شباب؟ وهكذا. اهم حاجه طول ما انت عارف تعوض عن الفاعل بالضمير المناسب انت بتختار الاجابه المناسبه، زي ما اخدنا الوحده اللي فاتت وزي ما اخدنا الترم اللي فات في الوحده الثالثه. الافعال كلها اسطمبه حل واحده، عوض عن الفاعل بالضمير، الضمير يخليك تختار الشكل المناسب. اوعى تروح في اي حته، احنا مكملين مع بعض وهنرجع دلوقتي ونشوف ايام الاسبوع وهنعرف الاسبوع في ايطاليا بيبدا امتى وينتهي امتى. تمام كده؟ ومعانا الارقام كمان، ودي مهمه فقط في الترجمه عشان تبقى عارف ترجمه القطعه لو جاب لك فيها ارقام. ايام الاسبوع، كل ايام الاسبوع اللي قدامك دي حط لها اداه التعريف إل، ما عدا يوم الحد اللي هياخد لا، ده بتاع دومينيكا يوم الحد، انما الباقي كله هتحط له إل. بص كده، يوم السبت إل ساباتو، الاحد لا دومينيكا، الاثنين إل لونيدي، الثلاث إل مارتيدي، الاربع إل ميركوليدي، الخميس إل جوفيدي، الجمعه إل فينردي. لمعلوماتك الاسبوع في ايطاليا بيبدا من يوم الاثنين، بدايتنا في الاسبوع هناك في ايطاليا اللونيدي اللي بيساوي يوم السبت عندنا. العطله عندهم يوم الاحد، نهايه الاسبوع عندهم يوم الاحد، ده بيساوي فيني ستيمانا، نهايه الاسبوع. تمام كده؟ تمام. طب بالنسبه للارقام اللي عندي الارقام الاساسيه الكاردينالي زي 1 و2 و3 و4. الجدول ده ماشي معاك بالترتيب من اول واحد لحد ما وصل عند 20 لحد 30 وهو ماشي بالترتيب. بعد كده هيقفز، هيديك بقى ل 40 و50 و60 لحد ما نوصل لل1000. ركز معايا في النقطه تاني كده، احنا كنا خدنا الكلام ده الترم اللي فات، الارقام لحد رقم 39. هنكمل بقى دلوقتي ونشوف الارقام بتقول ايه. هنا بيقول لي 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. رقم 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30. بعد كده نخش على الارقام بقى العشريه يا شباب. 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100. طب 104 104. طب 110 110 لحد ما نوصل لل1000 ميلة، وهكذا يا شباب. الارقام فايدتها انها لما هتجيلك في قطعه
ممكن يكتب لك كده الكلمه زي ما انت شايف، لازم تبقى عارف الاختيار ايه والعكس صحيح. اما لو اضطرينا ان احنا نحطها في الايميل او التيمه، ممكن تكتب الرقم عادي جدا ويتحسب لك صح. نيجي بقى يا بطل هنا لجزء المواقف والخاص بالدعوه. سيادتك انت بتدعو احد، بتوجه له دعوه، هتقولها له ازاي؟ يا اما تقول له فيني تاتي، يا اما تقول له فوي فينيري اتريد ان تاتي، يا اما تقول له بيركي نون وبتكمل بعد منها بيركي نون انديامو، لماذا لا نذهب؟ يبقى دي معناها لماذا لا؟ لماذا لا نذهب الى كذا؟ انديامو لنذهب، نذهب سويا او نروح مع بعض في مكان. كيني ديتش دي، ما رايك فيه؟ كل دول كده اشكال توجيه الدعوه، انك بتوجه دعوه لحد. الامثله: فيني كون مي السينما، تاتي معي الى السينما، بيدعوه. او فوي فينيري كون مي ان بيتزاريا، اتريد ان تاتي معي الى مطعم البيتزا. كيارا دوبو سكولا andiamo a mangiare qualcosa. Vuoi venire؟ يعني ايه؟ يا كيارا بعد المدرسة سنذهب لكي نأكل شيء ما. تريدي أن تأتي؟ عايزة تيجي معانا؟ Che ne dici di andare a prendere un gelato أو giocare a calcio مثلا. بيقول له ما رأيك في أن نذهب لكي نأخذ آيس كريم؟ تمام كده؟ أو نلعب كرة قدم مثلا. Perché non vieni anche tu alla festa sabato؟ بيقول له لماذا لا تأتي أنت أيضا إلى الحفلة يوم السبت القادم؟ تيجي السبت. Andiamo al mare لنذهب إلى البحر، أو الحفلة موسيقية، أو المسرح تياترو، أو ريستورانتي اللي هو المطعم. كل اللي أنا قلتهم دول توجيه الدعوة، توجيه الدعوة. طب قبول الدعوة أو رفضها، أشكال قبول الدعوة زي ما أنت شايف كده. تقول له سي جراتسي، نعم شكرا. داكوردو، موافق. كون بياتشيري بتساوي فولنتيري، معناها بكل سرور، تمام كده، من دواعي سروري. شيرتو، مؤكد أو أكيد. بيركينو، ولما لا؟ ليه لأ؟ إيه أونا بيلا ديا، تكون فكرة جميلة، بتساوي أونا بوانا إيديا، تكون فكرة طيبة أو رائعة أيضا. أو تيما إيديا تكون فكرة رائعة. يبقى الثلاثة دول معنى واحد، فكرة جميلة، فكرة طيبة بتساوي فكرة رائعة، تمام كده؟ طيب الأمثلة: فوي فينيري أمانجاي كوالكوزا، راح قايل لي تشيرتو. هو أنت تريد أن تأتي لكي تأكل شيء ما؟ أكيد. Andiamo a giocare a pallacanestro، أنذهب لكي نلعب كرة السلة؟ نعم بكل سرور. كيارا vieni al cinema con noi stasera، يا كيارا تيجي للسينما معانا هذا المساء، تيجي معانا السينما؟ قالت لا، un'ottima idea، تكون فكرة رائعة. vieni con noi al concerto di Eros Ramazzotti، perché no؟ بتقول لها تأتي معنا إلى الحفلة بتاعة إيروس رامازوتي، الحفلة الموسيقية. قالت ولما لأ؟ ليه لأ؟ آجي. طيب في حالة بقى رفض الدعوة، لا أنت مش عايز تروح معاهم، هتقول مي ديسبياتشي ما نون بوسو، يؤسفني ولكن لا أستطيع، مش هقدر. purtroppo non posso، للأسف لا أستطيع، نفس المعنى. نو جراتسي ديفو، ومكمل نقط بعد منها عشان هتحط السبب. بيقول لي لا شكرا، يجب علي ان انام، اكل، العب، اذاكر، وهكذا. طيب الامثله: فوي فينيري امانجاري كوالكوزا، اتريد ان تاتي لكي تاكل شيء ما؟ مي ديسبياتشي، يؤسفني. ما نون بوسو، ولكن لا استطيع، مش هقدر. انديامو اجوكاي ابالا كانيسترو، نذهب لكي نلعب كرة سلة، تيجي معانا؟ راح قايل بورتروبو، للأسف، نون بوسو، مش هقدر. كيارا فيني السينما كون نوي ستاسيرا، يا كيارا تأتي معنا للسينما هذا المساء؟ ردت وقالت نو جراتسي ديفو،
لا شكرا يجب علي ان، واداك الاسباب، يا اما اعمل الواجبات فاي كومبيتي، استودياري اذاكر، ايوتاري يا مدري اساعد والدتي. ده بالنسبه يا شباب للمواقف. تعالوا نبص كده سؤال المواقف. في المثال الاول بيقول لي ايه؟ كواندو انفيتو اون اميكو افاري كوالكوزا ديكو، عندما ادعو صديق لنعمل اي شيء، فاي كوالكوزا لكي نفعل اي شيء، اقول له ايه؟ ادعو يبقى الاجابه الاولى فيني كون مي، تاتي معي. طيب وايه تاني؟ هقول له كيني ديتشي دي فينيري كون مي، ما رايك في ان تاتي معي؟ يبقى الاجابه وتشي. طيب كواندو اتشيتو اون انفيتو ديكو، لما اجي اقبل دعوه حد هقول له ايه؟ طبعا هقول له بيركي نو، ولما لا، واللي تحت منها ايه اون ابيلا ايديا، تكون فكره جميله. يبقى انا كده عملت ايه؟ اتشيتو، وافقت. طيب بعد كده كواندو ريفيوتو اون انفيتو ديكو، لما اجي ارفض دعوه هقول له ايه؟ طبعا هقول له بورتروبو نون بوسو، للاسف مش هقدر، لا استطيع. وايه كمان؟ مي ديسبياتشي ما نون بوسو، يؤسفني ولكن لا استطيع. نختم بالمثال اللي جاي. بيقول لي كواندو اتشيتو اون انفيتو ديكو، لما اجي اقبل دعوه اقول ايه؟ كون بياتشيري، بكل سرور. وايه تاني؟ شيرتو، اكيد. تمام كده يا شباب. اللي جاي بعد كده الايميل والتيمه، وهنشوف ازاي نجاوب على التيمه ونجاوب على الايميل. ركز معايا علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي من ابريل، امتحان ابريل على خير بامر الله. دلوقتي يا شباب احنا معانا سؤال الايميل، وهنبدا نشوف اول ايميل بيقول لي ايه. بيقول لي تشاو كيارا، اهلا يا كيارا، التيمبو ليبرو اي مولتو انتريسانتي، وقت الفراغ بيكون ممتع جدا، حاجه كويسه. اول سؤال كون كي باسي التيمبو ليبرو، بيسالها بقول لها ايه؟ كون كي. طيب اداه الاستفهام كون كي معناها مع من، فهنا بتقول لها مع مين بتقضي وقت الفراغ؟ كي كوزا فاي دي سوليتو نيل تيمبو ليبرو، وماذا تفعلي عاده في وقت الفراغ بتاعك؟ اذكري لي الهوايه بتاعتك. تمام كده. ماضيه باسمها تحت اليسيا. ارد على اليسيا اقول لها ايه؟ طبعا اول حاجه هقول لها، نمسح بس دي كده عشان نعرف نكتب. هقول لها تشاو اليسيا، اهلا يا اليسيا. طيب هي بتقول لي مع مين بتقضي وقت الفراغ؟ بصي مع ايه؟ مع تو، اخليها في الاجابه مع ايو عشان انا اللي هرد عليها، هتبقى ايو باسو، انا بقضي التيمبو ليبرو كون لي اميتشي. حط نقطه. اهلا يا اليسيا، انا بقضي وقت الفراغ مع الاصدقاء. في واحد تاني يقول لي ده سولو، بقضي لوحدي بمفردي، دي صح ودي صح. في واحد يقول لي مع فلان واحد بس، مفيش مشكله. واحد يقول لي مع العائله، برضه كل الاجابات صحيحه. طيب بتعملي ايه عاده؟ هي قالت فاي، صح. انا عشان اخليها فاتشو يبقى لازم هقول له اكتر من سبب. هقول له مثلا ايو فاتشو دي سوليتو نيل تيمبو ليبرو، انا بفعل عاده وقت فراغي تانتي كوزي، اشياء كثيره. زي هنعرف دلوقتي. ايو faccio di solito nel tempo libero tanti cose. زي ايه يا سيدي؟ leggere، قراءة، بقرأ مثلا كتب. ايه تاني؟ ايه ascoltare la musica، بسمع الموسيقى. ايه guardare la TV، ومشاهدة التلفزيون. guardare
لا تيفو. شكرا، يبقى انت كده جاوبت لي على السؤالين اجابه كامله. نبص على الايميل اللي بعده. بيقول لي تشاو جوليا مي بياتشي مولتو انداري السينما. انا بيعجبني جدا الذهاب للسينما. كوانتي فولتي فاي السينما الميزي. كم عدد المرات اللي انت بتروحي فيها السينما في الشهر؟ كومي سيكياما التو اتوري بريفريتو. وما اسم ممثلك المفضل؟ ماضيه باسمها تحت كيارا، فانا هجاوب اقول تشاو كيارا. بعد كده هو هنا بيقول لي كم عدد المرات اللي بتروح فيها السينما، فانا هقول مثلا ايو فادو الي سينما. هو هنا فاي تحول لفادو، يبقى ايو فادو الي سينما. انا اذهب الى السينما دوي فولتي الميزي. بروح مرتين في الشهر. دوي فولتي الميزي. بحط نقطة. ماشي. ما اسم ممثلك المفضل؟ فأنا عايز أقول ممثلي المفضل اسمه كذا، يبقى الميو. الطوة في الإجابة هتبقى الميو، وخد بالك عشان ده درس صفات الملكية اللي هيبقى عندك السنة الجاية إن شاء الله. الميو اتوري بيرفريتو. ممثلي المفضل الميو اتوري بيرفريتو. ممثلي المفضل يدعى او يسمى سيكياما، اسمه اورلاندو بلوم. تمام. طيب نيجي بعد كده سؤال التيمة عندي يا شباب. بيقول لي il tempo libero è molto importante racconta scrivi. وقت الفراغ بيكون مهم جدا، احكي واكتب. كون كي مع من تقضي وقت الفراغ كي كوزا فايو بتعمل ايه. فانت المفروض من الاول بتحط جمله تمهيديه كده علشان تبدا بيها الايه التيمه بتاعتنا. فهنا بيقول لي وقت الفراغ بيكون مهم جدا، فانت ممكن تقول لي il tempo libero è molto interessante. بيكون ممتع جدا. io passo il mio tempo libero con gli amici. طب بتعمل ايه؟ io faccio tanti cose زي giocare calcio e prendere un gelato e andare al cinema. بس كده. هو بيقول لي وقت الفراغ بيكون مهم جدا، فانا قلت له في الاجابه بتاعتي وقت الفراغ بيكون ممتع. انا بقضي وقت الفراغ مع الاصدقاء، جاوبت له على العنصر الاول اهو. وبعمل حاجات كتير زي بلعب كره قدم، باخد ايس كريم، بذهب للسينما، جاوبت له على العنصر الثاني. تمام كده يا شباب؟ والى هنا يا صديقي نكون انتهينا من مراجعه شهر ابريل. فاضل بس حاجه بسيطه كده، نترجم الكلام ده كله لامتحان شامل نحله مع بعض بامر الله ان شاء الله. ركز معايا ما تروحش في اي حته، وان شاء الله بامر الله ربنا يوفقنا ونعدي من امتحان شهر ابريل على خير يا بطل. ومكملين مع بعض يا ابطال اولى ثانوي، وهنحل مع بعض دلوقتي الامتحان الشامل على الوحده الخامسه، ونركز مع بعض كده ونشوف بيقول لي ايه. بيقول لي سيلفيا جوليا باولو دينو sono molto amici perché abitano vicino. يعني ايه؟ يعني سيلفيا وجوليا وباولو ودينو بيكونوا اصدقاء جدا لانهم ساكنين بالقرب من بعض. nel tempo libero في وقت الفراغ i ragazzi non amano fare le stesse cose. الولاد لا يحبون ان يفعلوا نفس الاشياء. باولو è un ragazzo sportivo. باولو بيكون ولد رياضي.
دينو اسكولتا لا موزيكا، ودينو بيسمع الموسيقى، ولكن جوليا وسيلفيا ادورانو السينما، يعشقون السينما. تمام. Questa domenica gli amici passano le giornate insieme a casa. هذا الاسبوع او يوم الحد ده الاصدقاء هيقضوا اليوم مع بعض في منزل سيلفيا. da lei عند سيلفيا يعني. loro possono fare tante cose، يستطيعوا ان يفعلوا اشياء كثيره زي leggere، تمام، قراءه، ascoltare la musica، سماع الموسيقى، ballare، الرقص، يرقصوا مع بعض مثلا، giocare al computer، يلعبوا على الكمبيوتر، mangiare insieme، ياكلون سويا. باولو نون فييني، باولو مش هيجي perché preferisce giocare a calcio، ما هو ايه، رياضي وبيحب الرياضه. طيب اول سؤال، كي ادورا السينما؟ هو قال لي اللي بيعشقوا السينما سيلفيا، تمام كده، وجوليا، يبقى الاجابه هتبقى جوليا اي سيلفيا. باولو نون فا كون لي اميتشي بيركي لوي بيرفيريشي، باولو مش هيروح عند الاصدقاء لانه يفضل يلعب كرة قدم، الاجابة الاخيرة. كويستا دومينيكا لي اميتشي باسانو التيمبو ليبرو، يوم الحد دوت الاصدقاء هيقضوا وقت الفراغ، تمام، هيقضوا وقت الفراغ فين؟ عند سيلفيا في المنزل بتاعها، يبقى ده سيلفيا. تمام. بيركي اي راجاتسي سونو مولتو اميتشي، بيركي هو ليه الاصدقاء بيكونوا اصدقاء قوي؟ لما ليه قريبين من بعض قوي الاولاد؟ لانهم ساكنين جنب بعض، قريب من بعض، يبقى ابيتانو فيتشينو. القطعه الثانيه بيقول لي جوليا اتري اميتشي سيمباتيتشي، جوليا عندها 3 اصدقاء دمهم خفيف، اليسيا، باولو، دينو. لورا ابيتانو فيتشينو برضك ساكنين جنب بعض، قريب من بعض، اسكونو سيمبري انسيامي، بيخرجوا مع بعض دايما في نهايه الاسبوع. بيلورو نون فاتشي ديتشيدري، بالنسبه لهم مش سهل ابدا ان هم يقرروا. دوفي فانو اين يذهبوا؟ بيركي نون انو الاستيسي انتريسي، لان هم لا يملكون نفس الاهتمامات. كويستو ساباتو، يوم السبت ده، فانو السينما، رايحين السينما عشان يتفرجوا النوفو فيلم يكون اورلاندو بلوم، على فيلم الجديد للممثل اورلاندو بلوم. جوليا اي مولتو فيليتشي، جوليا كانت سعيده جدا. لا يادورا السينما، هي تعشق السينما. إسا توتو سولي اتوري، وتعرف كل شيء عن الممثلين. ما باولو نون فا كولورو، بس برضك باولو مش هيروح معاهم لانه لانه لا يحب السينما وبيفضل يلعب ايه، كرة القدم. تمام. اول سؤال بيقول لك ايه، كويستو تيستو، القطعه دي بتتكلم عن فين ستيمانا، عن نهايه الاسبوع بتاع جوليا. مع مين؟ مع الاصدقاء. تمام. كي كوزا فانو اي راجاتسي كويستو فيني ستيمانا، هم رايحين فين في نهايه الاسبوع ده؟ هيعملوا ايه الولاد؟ هيبقوا اسكونو دي كازا، هيخرجوا بره المنزل، هيخرجوا من المنزل. كي دي لورو نون جواردا الفيلم، طب مين منهم ما شافش الفيلم؟ اللي راح يلعب كرة قدم باولو، يبقى السولو باولو. باولو والاصدقاء اهتماماتهم واحدة؟ لا، امال هتبقى نون انو لستيسي انترسي، لا يملكون نفس الاهتمامات. بعد كده على مواقف الشباب، اقول كون بياتشيري فينكو كونتي على السينما جوليا، طبعا بكل سرور اتي معك الى السينما يا جوليا. طبعا احنا خدنا اشكال قبول الدعوه، فهنا هي بتقبل الدعوه، هتبقى الاجابه اتشيتو دي انداري على السينما كون لي او كون انا ميكا، انا وافقت اروح السينما مع صديقه. وايه كمان؟ اتشيتو للفيتو دي جوليا، قبلت الدعوه بتاعت جوليا. تمام كده يا شباب؟ طيب ديكو بورتروبو نون بوسو انداري على السينما، للاسف مش هقدر اروح السينما النهارده عندما ارفض الدعوه، يبقى الاجابه ريفيوتو اون انفيتو، ادي اول واحده. تاني واحده نون فوليو فارق والكوزا، مش عايز اعمل حاجه. تمام. رقم 3 كوزا ديتشي، ماذا تقول كواندو ديسكريفي، لما تيجي توصف الشخصيه بتاعت والد كيارا. موقف من الوحده الرابعه، ركز معايا. وصف الشخصيه بتاعت مين؟ والد كيارا. يبقى الاجابه هتبقى البادر دي كيارا اي جوفاني، اي كورتيزي اي سيمباتيكو، بيكون مؤدب ودمه خفيف، وايه كمان؟
هتبقى il padre di Chiara è triste e antipatico. بيكون حزين ودمه تقيل. العكس على طول. بس طبعا هو هنا عشان قال لي كاراتيري فانا ماليش علاقه بالاسبيتو. انا اخترت الاجابات اللي فيها الشخصيه. رقم 4 لما يجي اقول باولو كيني ديتشي دي مانجاري اون جيلاتو انسيامي، ايه رايك يا باولو ناكل مع بعض ايس كريم؟ انا كده بعمل ايه؟ بدعوه. يبقى الاجابه هتبقى انفيتو اوناميكو، ادعو صديق. وايه كمان؟ بطلب من باولو يعمل معايا اي شيء. اهو نفعل شيء ما. نيجي بعد كده شباب الجراماتيكا. دينو وجوليا بتساوي الضمير مين؟ بتساوي يا سينيور الضمير لورو. طيب يبقى هنختار ايه؟ يبقى هنختار فانو. تمام. جوليا ها بتساوي الضمير لي. كون لي اميتشي يبقى هي اللي بتخرج. ايوه يبقى ايش. رقم 3 دا دوفي من اين؟ بروف روسي يا استاذ روسي، صيغه الاحترام اللي هي بتساوي الضمير لي. ها هنختار ايه؟ يبقى فييني. من اين اتيت حضرتك يا استاذ روسي؟ يبقى فييني. طيب بعد كده كيفاي دوماني، انت هتعمل ايه بكره؟ ماذا تفعل غدا؟ هيروح قايل لي بصيغه ايو طبعا فادو اجوكاري ابالا كانيسترو، اذهب لكي العب كره السله. بعد كده بيقول لي جوليا ايو، جوليا وانا. جوليا وانا ايه كومبيتي انسيمي، بنعمل واجبات مع بعض بتساوي نوي. نوي يبقى فاتشامو اهي يا شباب. بعد كده بيقول لي اليسيا اكي اورا، يا اليسيا في اي وقت دي سكولا، بتخرجي انت من المدرسه؟ يبقى بتساوي الضمير تو، يبقى الاجابه هتبقى اشي. نيجي بعد كده لسؤال الايه؟ الايميل. تشاو باولو اللوديون، اهلا يا باولو، في سينما اوديون هيعرضوا الفيلم الجديد بتاع اورلاندو بلوم. كي فييني كون نوي اليتشينما، مين جاي معانا للسينما؟ ده السؤال الاول. اكي اورا كومينشا الفيلم، وفي اي وقت يبدا الفيلم؟ مين ماضي باسمه تحت؟ جوليا. فهقول طبعا تشاو جوليا، اهلا يا جوليا. مين جاي معانا؟ ممكن اقول مثلا دينو، يبقى دينو هو الذي كان viene con noi al cinema. تمام كده يا شباب؟ دينو هو الذي يأتي معنا إلى السينما. طيب أكي أورا كومينشا الفيلم، بيسأل عن الفيلم هيبدأ إمتى؟ هروح قايل له il film comincia، الفيلم هيبدأ كومينشا إيه يا شباب؟ alle 6 مثلا. الفيلم هيبدأ الساعة 6. نيجي بعد كده للتيمة. بيقول لي una serata al cinema، سهرة في السينما. racconta اسكريفي، احكي واكتب. اليوم بتاع السهرة ده هيكون يوم ايه؟ مين الممثل اللي احنا هنحضر له الفيلم؟ طب هو بيتكلم هنا عن سهرة في السينما، فهقول مثلا ايه؟ لا دومينيكا، يوم الأحد. io passo con gli amici una serata bella al cinema. هنا قلت له ايه؟ قلت له يوم الحد انا بقضي او هقضي مع الاصدقاء سهرة جميلة في السينما. يبقى انا كده جاوبت له على العنصر اللي بيتكلم عن ايه يا شباب؟ اليوم. مين الممثل؟ هروح قايل io guardo il nuovo film، انا هقضي الفيلم الجديد او انا هتفرج على الفيلم الجديد للممثل اورلاندو بلوم. كون اورلاندو بلوم. بس كده يا شباب. اهم حاجه لازم يبقى معايا كلمات، خزينه الكلمات اللي معايا
تقدر تخليني اكتب التيمه واكتب الايميل، ودي كلها كلمات المنهج، مش حاجه من بره المنهج ومش حاجه صعبه ان احنا نحفظها. كل ما على سيادتك يا بطل ان انت تمسك معايا الوحده، اجزاء الوحده، الكلمات، تردد ورايا الكلمات، تبدا تكتب الكلمات بايدك عشان تثبت في دماغك وتسمعها. تركز معايا في شرح الجراماتيكا والقاعده السهله البسيطه بتاعت الافعال، والقاعده الثابته اللي احنا بنشتغل بيها. عوض عن الفاعل بالضمير، الضمير خليك تختار الشكل المناسب. تحفظ معايا المواقف وتبص على الامثله اللي حليناها وتحل بايدك. تيجي على الايميل والتيمه، معاك خزينه الكلمات، تبدا ازاي ان انت تجاوب على التيمه والايميل وترد السؤال كامل والاجابه تكون كامله. والى هنا يا صديقي نكون بفضل الله ان تخلصنا مع بعض على خير الوحده الخامسه ومراجعه شهر ابريل، وبامر الله ان شاء الله الفيديوهات القادمه هتكون خاصه بالمراجعه النهائيه وحل امتحانات شامله. ما تنساش اهم حاجه دعمك للقناه هيفرق معانا كتير جدا. فطبعا يا بطل مطلوب منك ان انت تدوس على الاشتراك، تشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتشارك القناه عشان الباقي يستفيد. اشوفكم على خير. سينيور اسلام، تشاو.